لقطتين زي بعض بالظبط. دي خسرتك بطولة ودي برضو خسرتك بطولة. اللقطة الأولى مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سنة 2016. الزمالك كان متقدم على الأهلي 1-0 واتحسبت ضربة جزاء للزمالك. لو كانت دخلت كانت النتيجة بقت 2-0، كان الزمالك ارتاح بنسبة كبيرة. بس كهربا كان ليه رأي تاني. كهربا أخد الكورة وصمم إن هو اللي يشوط ضربة الجزاء، برغم إن فيريرا مدرب الزمالك وقتها كان رافض وكان واقف على الخط عمال يزعق ومش عايزه يشوطها. كهربا دخل شاط ضربة الجزاء واتصدت. نفس الكلام في مباراة الأهلي وإنتر ميامي لما تريزيجيه صمم ان هو يشوط ضربة الجزاء، برغم ان كان وسام ابو علي وزيزو بيتكلموا معاه ان المفروض في اولوية في ضربات الجزاء، ولكن تريزيجيه خد القرار وبرضه دخل شاط ضربة الجزاء واتصدت. تفاصيل صغيرة بتخسرك ماتشات، او بمعنى اصح بتخسرك بطولات. لان الاهلي لو كان كسب ماتش انتر ميامي كان خد 3 نقط، وكمان بعد التعادل مع بورتو كان هيبقى معاه كده 4 نقط، يعني كان بنسبة كبيرة هيصعد. وبرضه في اللقطة بتاعت كهربا لو كانت ضربة الجزاء دخلت كانت النتيجة 2-0، كان الزمالك بنسبة كبيرة كسب البطولة. غلطة لعيب بتضيع مجهود فرقة كاملة.